السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض السمبوسة البف بطريقة سهلة جدا وبسيطة. في بنوتة قمر كده من المتابعين طلبتها مني، إن شاء الله تجربيها وتعجبك. هعملها معاكم ب3 حشوات مختلفة هتعجبكم جدا. شايفين بقى شكلها عامل ازاي؟ تحفة. تعالوا بينا كده على طول ندخل على الطريقة، بس لو أول مرة تشوفوني أنا أسماء شاور ودي قناتي. أول حاجة كده هنقول بسم الله الرحمن الرحيم ونصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. هجيب معايا كده الطبق اللي أنا هعجن فيه وهحط فيه نص كيلو من الدقيق. نص كيلو يعني 4 كوبايات بمج الشاي. هحط عليهم كمان معلقتين كبار كده من النشا ونص معلقة من الملح، وهقلبهم بالمعلقة كويس جدا في بعض بالشكل ده كده. هنزل على الدقيق كده ب1.25 كوباية من المية ونص كوباية من الزيت، وهقلب بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هقلب الأول بالمعلقة كده لحد كل الدقيق ده ما يتشرب المية اللي عندي، وبعد كده هشيل المعلقة وابدأ أعجن بإيدي كويس جدا. خلاص كده كل الدقيق اللي عندي اختفى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هشيل المعلقة وابدأ اعجن زي ما انتوا شايفين بايدي كده كويس جدا لحد العجينة ما تتلم معايا وتبقى ناعمة كده. هنا العجينة بتاعت السمبوسة بتبقى قاسية شوية، ما بتبقاش طرية خالص ولا بتلزق في الايد. علشان العجينة لو بقت طرية معاكم ممكن تزودي كده معلقتين دقيق لحد ما توصل معاكم للنتيجة اللي انتوا شايفينها دي كده. خلاص كده هغطي العجينة واسيبها ترتاح معايا شوية. طبعا احنا مش ضايفين خميرة ولا اي حاجة، بس لازم العجينة ترتاح قبل ما افردها خالص. تعالوا بعد كده نعمل الحشوة. جبت طاسة فيها معلقتين كبار من الزيت، واول ما تسخن كويس جدا نزلت عندي بصدر فرخة انا فرماه. ممكن هنا تستخدموا لحمة مفرومة لو انتوا حابين، بس انا استخدمت فراخ. اول ما تاخد معايا صدمة كده ببدأ اقلبها واضغط عليها كويس كده علشان الفراخ ما تمسكش معايا كتلة واحدة، تبدأ ان هي تفتفت معايا زي ما انتوا شايفين كده. وانا بقلب كده بضغط عليها كويس جدا بالمعلقة كده. اول ما لونها غير كده وبقت ناشفة خالص مفيهاش مية، بنزل عندي ببصلاية كبيرة برضو انا مقطعاها قطع صغيرة خالص. هنزل عليهم كده بشوية ملح وفلفل اسود وشوية بهارات، وهفضل اقلب كده وهدي النار بقى عليها واسيبها لحد ما تستوي معايا. كل شوية بديها تقليبة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وبكده حشوة الفراخ تكون جاهزة معانا. الحشوة اللي بعد كده هتكون بطاطس. جبت طاسة تانية حطيت فيها كده معلقة سمنة كبيرة، وأول السمنة ما تسخن معايا كده بنزل بمعلقة توم مفروم. أول التوم لونه ما يصفر معايا بنزل ببطاطس كده مسلوقة وهرسها كويس جدا. هقلبهم مع بعض كده كويس. بعد كده هنزل بشوية ملح وكمون وكزبرة وكركم، لو حابة تحط كمان شطة ممكن تضيفي شوية شطة. هقلب الكلام ده كله مع بعضه بالشكل ده كده. هيكون عندي بقى كده بصلاية خضرا مقطعاها كويس بالشكل ده قطع صغيرة كده، هنزل بيها على البطاطس واقلب كده. وبكده حشوة البطاطس تكون جاهزة معانا. خلاص هنا العجينة ارتاحت معايا زي ما انتوا شايفين كده. هبدأ اخدها كده وارش رشة دقيق كده تحتها علشان ما تلزقش معايا، وهقطعها كده 4 قطع متساوية علشان اعرف افردها كده واتحكم فيها. خلاص كده كورت العجينة كلها ل4 قطع متساوية كده. هحطهم بقى كده على الصينية واغطيهم بكيس علشان وشهم ما ينشفش. هاخد اول كورة طبعا هحط عليها كده شوية دقيق وهبدأ افردها زي ما انتوا شايفين كده. هفردها بقى بسمك ما يكونش ولا تخين قوي ولا خفيف قوي، يعني زي ما هوريكوا دلوقتي. اما الاقيها هتلزق معايا كده بروح رشالها كده رشة دقيق. انا هعملها بالسمك اللي انتوا شايفينه ده كده. جبت غطا برطمان كده وبدأت اقطع بيه زي ما انتوا شايفين بالشكل ده كده علشان يدينا شكل السمبوسة لو انتوا ما عندكمش قطعات. هبدأ اشيل بقى كده زوائد العجينة زي ما انتوا شايفين، وهكورها برضو واسيبها ترتاح وارجع افردها تاني. هاخد اول عجينة كده وحطيت فيها كده الفراخ المفرومة، وهبدأ اقفلها من الجناب زي ما انتوا شايفين كده. بعد ما ضغطت على العجينة بقى كده هبدأ اخد الحروف دي كده واتنيها لجوه بالشكل ده علشان السمبوسة ما تفتحش معانا في الزيت. انا بضغط كده وادخل العجينة لجوه بالشكل ده. شايفين عطتنا شكل حلو جدا. طريقتها سهلة جدا، مفيش اسهل من كده. هعمل معاكم واحدة تانية برضو بحشوة البطاطس كده. حطيت برضو البطاطس جوه العجينة بالشكل ده،
وهاخد العجينة اتنيها كده واضغط عليها علشان تقفل معايا. هاخد بعد كده حرف العجينة من هنا زي ما انتوا شايفين، بضغط عليه ضغطة واروح مدخلاه لجوه، بروح ضغطة كده ضغطة واروح مدخلاه لجوه زي ما انتوا شايفين كده. لازم تضغطي الاول ضغطة كده علشان تعملي حرف، وبعد كده تروحي تانياه لجوه. طريقتها سهلة جدا، مفيش اسهل من كده. ان شاء الله تجربوها كده وتعجبكم. هقرب لكم الكاميرا بقى علشان تشوفوا شكلها. شايفين؟ تحفة. شايفين الشكل بتاعنا؟ هعمل معاكم واحدة تانية بقى كده بالجبنة. انا جبت جبنة وقطعت معاها كده كزبرة، ممكن تحطوا اي نوع جبنة انتوا حابينه، جبنة موتزاريلا، جبنة رومي، يعني زي ما تحبوا. بتبقى حلوة جدا برضو بالجبنة الموتزاريلا، تلاقيها بتشد كده، بتبقى تحفة. بعد ما خلصت تشكيل العجينة بقى كلها، جبت طاسة على النار فيها زيت يكون غزير والزيت يكون سخن جدا. هنزل بالسمبوسة زي ما انتوا شايفين كده. زي ما انتوا شايفين بستنى عليها كده شوية، تلاقيها طلعت على الوش كده، بروح بقى قلبها على الجنب التاني. هفضل اقلب فيها كده لحد ما تاخد معايا لون ذهبي حلو. خلاص كده اللون ده حلو جدا، هطلعها على كده واصفي منها الزيت كويس جدا بالشكل ده كده. شايفين؟ واخدة لون حلو جدا. هعمل بقية الكمية كلها بالشكل ده. خلاص كده السمبوسة بتاعتنا جاهزة، ودي اللي انا حشيتها باللحمة المفرومة، طالعة تحفة. ودي كمان اللي احنا عملناها بالبطاطس، بجد حلوة جدا. هنا طبعا الإضاءة مش حلوة فمطلعة السمبوسة غامقة، بس احنا كنا مطلعينها لونها أفتح من كده. لحد هنا كده أنا خلصت الفيديو، يا رب أكون فدتكم بأي حاجة. استنوني الفيديو الجاي، استنوني فيديوهات كتير حلوة، واسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.